فوز الوداد ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، وانه يفوز نهضه بركان اللي خرج من الاتحاد المنستيري اللي كنا بنعرض الاهداف دلوقتي في الكونفدراليه. هنا ابطال المغرب والمظهر المتميز اللي ظهر بيه الجيش الملكي امام فريق بيراميدز. يقول ان المنافسه هتنحصر بين الاهلي والزمالك والانديه المغربيه، ولا حاله صن داونز، ولا وجود نبيل معلول مع الترجي ممكن يدي افضليه او فرص اكبر لهذه الفرق؟ اعتقد اقرب المنافسه بين الفرق المصريه والفرق المغربيه. الفرق المغربيه ماشيه بشكل كويس جدا، حتى مش اللي مشاركين في بطولات افريقيا على الاعمار الصغيره، حتى المغرب ماشي بشكل كويس جدا. منتخب اول، منتخب شباب، منتخب ناشئين، كل المنتخبات، كل الفرق اللي بتلعب في بطولات افريقيا ماشيه بشكل كويس. فانا شايف ده استمراريه للنجاح خلال السنتين اللي فاتوا ومكملين عليه. فانا شايف هي دي الصعوبه بس والمنافسه الكبيره. الترجي فرقه جيده، كابتن نبيل من المدربين الكويسين جدا طبعا، المدربين اللي كانوا شغالين كمان مع الترجي فترات كبيره. بس اظن كواليتي اللعيبه مختلف عن قبل كده دلوقتي. صن داونز من الفرق الجيده جدا، بس في الاول والاخر ليه ليميت معين يعني. بس عايز اقول لك حضرتك يا سيد، انا اتفرجت على ماتشهم مع الهلال، انا استمتعت لان حتى في تغيير كبير جدا في هيكل الفريق، ومدرب شاب 36 سنه، لكن فرقه كوره بصراحه. هم بيلعبوا كوره الحلو، كوره شكلها حلو، وسجل هدف ثاني صحيح 100%، اتلغى التسلل ما كانش اوفسايد. ففرقه كوره بصراحه هم دايما كابتن يعني حتى خلال ال3 4 سنين اللي فاتوا هم بيقدموا كوره حلوه جدا خلال المباريات، وخصوصا دوري المجموعات. يعني دوري المجموعات اعلى فتره بتبقى الصن داونز، انما بعد كده مع المراحل النهائيه بيبقى الامور غير مستقره تماما، او تعامل الفرق اللي بتلاعب صن داونز وخصوصا الفرق الكبيره بتتعامل بشكل جيد، فبتقدر تخرجه. خسر من بترو اتلتيكو السنه اللي فاتت. فيعني الورطه اللي ورطنا فيها فيوتشر وبيراميدز الاثنين في مجموعه واحده، ومعاهم فريق قوي 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 زي الجيش الملكي. ممكن فريق مصري يودع، ولا ممكن الاثنين يصعدوا؟ انا شايف ان بيراميدز يتعادل المباراه الاولى دي كانت نقطه ايجابيه، لان انت في ملعب بس ان انت ما تخسرش يعني الخساره لوحدها كابتن. هو عنده باد لك مع الفرق المغربيه يعني حاجه غريبه جدا. الخساره كانت هتبقى صعبه جدا، كانت هتخلي افضليه ان 3 مباريات للجيش الملكي على ملعبه اتكلم في 12 نقطه، فكده هيبقى صعد رسمي يعني بدون اي حاجه. انما التعادل ادى الفرصه ان انت يبقى عندك الامكانيه ان انت ترجع. فيوتشر لو حقق نتيجه ايجابيه مع الجيش الملكي في ملعبه في احد المباريات في دوري المجموعات هتفرق بشكل كبير جدا. فانا شايف يعني بيراميدز وفيوتشر عندهم الامكانيه، بس ما يخسرش من الجيش الملكي. ما يخسرش من الجيش الملكي طبعا. يعني على الاقل تعادل مع الجيش الملكي، اقل تعادل طبعا.